فيلم النهارده من الافلام اللي انا اتاخرت قوي عمال ما عملت لها فيديو. بالنسبه لي من الافلام المرعبه. جاهزين؟ اهلا على سهلا في قصه ولا مناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ فيلم النهارده بيت الروبي. صباح الخير يا دكتور. محمد صلاح بيتمرن. صدقت عودت عندي على دنيا جديده. بونجورنو. شكلك تاه يا خواجه والمكان مش مكانك. حطينا ابراهيم الروبي. حلو. ابراهيم الروبي، ايمان الروبي، شريف وشمس، ذا روبيز. يا بوب يا جامد. يبقى ليا اخ. يبقى ليك ايه؟ اخ ابراهيم، انا لساني جوه بقي. عارف ان رجوعك القاهره ده تقيل على قلبك، بس اخوك محتاجك. حرب قامت محدش ينزل من العربيه. عينك. في ايه؟ تعرفش بيبو الجعير فين؟ عزة واهلها اللي بيبقوا قرايبه معاه وهيتضربوا كمان. يا الله. بطل الحكايه ابراهيم الروبي. انت عملت ايه يا ابراهيم؟ المصحف لو عملت حاجه قرايب بيبقوا يعني احنا غلطانين ان احنا جينا. كل ده من كلمتين قلتهم وانت متعصب. احنا هنسوقك كمؤثر على السوشيال ميديا. خلصتوا كلام؟ احنا خلصنا كلام يا ابراهيم. احنا خلصنا كلام. طب يلا يا ابراهيم يلا. الفيلم بيتكلم عن ابراهيم الروبي، وهو راجل متجوز بنت عمه وقاعدين في دهب مع اولاده. نقلوا من القاهره الى دهب من 7 سنين بعيد عن الزحمه والتكنولوجيا لاسباب محدش يعرفها اول الفيلم. لكن اخوه ايهاب الروبي جاله عشان ياخده الى القاهره مره اخرى عشان يخلصوا بعض الاوراق والاجراءات القانونيه بخصوص ورث. وبالفعل ابراهيم الروبي هو وعيلته راحوا مع اخوه القاهره، وتبدا احداث ومغامره تخلي ابراهيم الروبي ترند على السوشيال ميديا. ما اقدرش احرق اكتر من كده لان الفيلم يستحق المشاهده جدا. الفيلم ده واحد من الافلام المهمه جدا في السينما المصريه في الفتره الحاليه. الفيلم بيتكلم عن السوشيال ميديا واخطارها وازاي تاثر على البني ادم وافكاره ومعتقداته، ممكن تاثر على سمعته وحياته وعلاقته بمراته وعياله. في نفس الوقت بتخلي الواحد يتساءل، هل الشهره ممكن تخليك تغير اخلاقك وقيمك ومعتقداتك؟ مع العلم ان السوشيال ميديا ليها منافع كتير، بس الوقت ليها مساوئ اكتر. لكن للاسف انت لما هتخش في عالم السوشيال ميديا لازم تخش في المنافع والمساوئ مع بعض. هل هتعرف تتجنب المساوئ؟ هل هتعرف تحمي اولادك؟ وهل هتعرف تحمي نفسك انت من هذا العالم المجنون؟ الكوميديا اللي مقدمه في الفيلم مش كوميديا صارخه، لكنها بتخلي الواحد قاعد سعيد الى النهايه، بيقعد يفكر في الفيلم كتير، ممكن يعيد حساباته. ممكن اي بني ادم يشوف نفسه في بعض الشخصيات اللي موجوده في الفيلم، وبيشوف نفسه ازاي السوشيال ميديا بتأثر عليه وبتضيع له وقته، زي فيديوهات وآراء للناس ممكن تهدم بيوت. فالفيلم على قد الواقعية والرعب التكنولوجي اللي مقدم بيه، لكن الفيلم مقدم بالشكل كوميدي. حاجة عجبتني في الكوميديا اللي متقدمة في الفيلم هي الكوميديا اللي بيقدمها كريم عبد العزيز مع كريم محمود عبد العزيز، وامامهم الكوميديا اللي بيقدمها محمد عبد الرحمن بالاسلوب الكوميدي اللي هو بيقدمه. عرفتش اضحك على الكوميديا اللي بيقدمها محمد عبد الرحمن قصاد الكوميديا اللي بتتقدم في الفيلم كله. معناه ان مش لازم الفيلم اللي انت بتبقى عايز تضحك ومبسوط يبقى لازم الكوميديا صارخه، الكوميديا المبتذله المبالغ فيها، في حين ان انت ممكن تضحك وتبقى مبسوط من كوميديا راقيه. وعلى مستوى الكاستنج، وجود طارق عماد في الفيلم كان في مكانها المظبوط. لكن الفنانه نور ما قدرتش اتفاعل مع قصتها رغم ان القصه بتاعتها تعتبر من القصه الرئيسيه في الفيلم. اكتر حاجه عجبتني في الفيلم هي علاقه الاخوه بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. علاقه يمكن ما شفناهاش كتير جدا على مستوى الاعمال الفنيه الماضيه. اخين فاهمين بعض، بيحبوا بعض، بيحموا بعض، ما يهمهمش اي حاجه غير العيله، بيقدموا ان اهم حاجه في الحياه هو الرابط الاسري. طبعا اداء كريم محمود عبد العزيز كان من الاداء اللي فعلا كان مبهج. كان بالنسبه لي ما كانش اداء مبالغ فيه، بالعكس كان اداء طبيعي. شاب سافر ايطاليا ورجع لسه ما وصلش لمرحله النضج الفظيع، على عكس اخوه اللي هو برضه كان شقي جدا لكن هو نضج خلاص. فعلا احنا مفتقدين ازاي يتقدم عمل فني فيه عبره وعظه ويتقدم بشكل طبيعي وكوميدي وبسيط. بالنسبه للنجم كريم عبد العزيز، انا ما بعرفش اتكلم عن اداؤه خاص. كريم عبد العزيز بالنسبه لي الفنان الوحيد اللي لما بيظهر على الشاشه ما بعرفش اشوف فيلم وحش ليه. وجوده على الشاشه بيسبب حاله بهجه وسعاده شديده جدا. من الناس اللي متحيزه جدا لكريم عبد العزيز، فما بعرفش اقول ان الفيلم ده وحش، لا اداؤه هنا وحش، لا اداؤه هنا نص نص. ما بعرفش. انا بالنسبه لي كل حاجه بيقدمها كريم عبد العزيز هي اعمال قويه جدا. افلام كريم عبد العزيز الفتره اللي فاتت من الافلام اللي حققت اعلى الايرادات في السينما المصريه. كيرة والجن، الفيل الازرق،
بيت الروبي. اقول لك بكل فخر الفيلم ده قصه ومناظر. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟